طيب الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية الوترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وزارة الزراعة تنفذ أعمالا جادة لمتابعة تأمين الغذاء. ورشة عمل لتأمين الكفاءة التعليمية في مديرية حقات. سيمينار للطلاب تسنين لمكافحة الجريمة وأضرار مواد التجميل. بشار الأسد في أول زيارة إلى بلد عربي منذ بداية النزاع في سوريا. مقتل 4 جنود أمريكيين في تحطم طائرة عسكرية في النرويج. وتسجيل أول حالتي وفاة بكورونا في الصين منذ أكثر من عام. إلى التفاصيل. يقوم قسم التشريعات والرقابة في وزارة الزراعة بأعمال رقابة جادة لضمان سلامة الغذاء وجودة الإنتاج الزراعي. وقال المدير العام للقسم السيد تخلان مسقانة أن من أهم أنشطة القسم تأمين الجودة والسلامة وأدوية النباتات والمواشي لرفع الإنتاجية وضمان الاستخدام الجيد للموارد الطبيعية وجودة الوارد والصادر من الغذاء. وذكر أن الأغذية تحتاج إلى المراقبة الجادة لتلوثها بسهولة، مشيرا إلى أهمية النظافة الشخصية والأسرية والمرافق لصحة الغذاء. وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المرافق التي لا تلبي عوامل النظافة. وأوضح بأن 20 مؤسسة لإنتاج الألبان ومشتقات في أقاليم الأوسط والجنوبي وعنسبة تقدم منتجات بمحتوى تنافسي نتيجة جهد وتشجيع وزارة الزراعة، وتمكنت من تغطية المنتجات التي كانت تستورد سابقا. وحول سلامة النباتات والخضروات والفواكه وخاصة الطماطم، أوضح السيد تخلاب إبادة حوالي 900 كنتال طماطم في السنوات الثلاثة الماضية بسبب الاستخدام السيء للمبيدات، وقد حققت أنشطة التوعية بالتعاون مع شركاء نتائج مرضية. كذلك ذكر القيام بأعمال الرقابة على جودة المبيدات الزراعية، وتم منذ عام 2013 إبادة حوالي 3000 كنتال من المبيدات ذات الطابع الكيميائي المنتهية الصلاحية. وحذر المواطنين توخي الحيطة من الألبان ومشتقاتها التي تباع في الشوارع في مختلف الأدوات البلاستيكية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية. نظمت في حقات ورشة عمل يوم 17 من مارس بحضور مدراء المدارس والمشرفين التربويين ومدراء الضواحي لضمان جودة التعليم. وبحثت الورشة مضمون وأهداف وكفاءة التعليم وأساليب تقوية نتاج التعليم والتنظيم وتقوية الرقابة التعليمية وجهد تقوية الدرجات المهنية. ودعا مسؤولو التعليم في إقليم عنسبة كافة المدارس لضمان جودة التعليم وتقييم أنشطتها بمعايير ملموسة وتقوية العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور ودراسة أسباب مقاطعة التعليم وإيجاد الحلول المناسبة لها. وحث المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلى هيمنوت موسائيل لتعاون المعلمين وأولياء الأمور لرفع جودة وكفاءة التعليم وتطبيق الأفكار المقدمة في الورشة حسب الأهمية. وعرب المشاركون في الورشة عن عملهم للتوصيات والمصائب التعليمية منادين لبناء أسوار للمدارس وتأهيل المعلمين الجدد. نظم في مدينة تسني سيمينار للطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حول مكافحة الجريمة وأضرار مواد التجميل. وشرح قائد شرطة مديرية تسني النقيب ستيفانوس كيدان الجرائم والمخالفات التي يقوم بها الشباب، داعيا الطلاب لمعرفة القانون والتحلي بالأخلاق الحميدة. بجانبه قدم مسؤول الصحة العامة الدكتور عوت مبرهتو توضيحا موسعا عن أضرار مواد التجميل وتسببها في مختلف الأمراض الجلدية وترك ندوب دائمة. وأشار إلى الخسائر المادية لمواد التجميل على اقتصاد الأسرة إلى جانب أضرارها الصحية، داعيا المرأة الشابة عامة وأولياء الأمور خاصة للانتباه لأضرارها وعدم استخدامها.
أفاد الاجتماع التقييمي للتعليم في مديرية عالي القاش ازدياد عدد الطلاب بنسبة 13% عن العام الدراسي السابق. وذكرت تقارير المدارس بالرغم من زيادة عدد الطلاب فإن الكفاءة تحتاج إلى مزيد من الجهد والدعوة لحل النواقص التي تصعب من العملية التعليمية. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ محمد الحسن وجود 47 مدرسة في 23 ضاحية وأن 24 منها تقدم التعليم في فصول مؤقتة غير ملائمة. وأشار مسؤول تعليم الكبار الأستاذ ناتنائيل يوناس إلى وجود 47 نقطة تعليم للكبار تستقبل أكثر من 3300 طالب. وذكر مدير مديرية عالي القاش السيد قدي ستيفانوس ومسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أهمية المساهمة المجتمعية للدفع بالعملية التعليمية وحل النواقص. كرم مكتب التعليم في مديرية مصوى بالتعاون مع إدارة المدينة 48 طالبا متفوقا في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2020-2021. وأوضح مسؤول التعليم الأستاذ إسماعيل صالح أن الطلاب المتفوقين من 7 مدارس متوسطة وقدمت لهم الأدوات الدراسية التي تساعدهم في مسيرتهم التعليمية. وذكر مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن تفوق الطلاب التعليمي جاء بفضل الجهد ومتابعة أولياء الأمور وعطاء المعلم، مشيرا إلى ازدياد عدد الطالبات المتفوقات في التعليم. بجانبه أوضح مدير مدينة مصوى السيد هيلا أسفها أن تكريم الطلاب المتفوقين يدفع للمنافسة الشريفة، مؤكدا تعاون إدارته في جهود رفع كفاءة الطلاب. السادة والسيدات إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، هي الأولى له لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011 وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية وام. واستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السوري لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين والسلام في المنطقة وفق ما أوردت الوكالة. هذا الاجتماع هو أحدث إشارة إلى عودة دفء العلاقات بين سوريا والإمارات التي قطعت روابطها مع دمشق في فبراير 2012. وزيارة الأسد خارج سوريا منذ اندلاع الحرب كانت لإيران وروسيا فقط، وهما دولتان حليفتان ساعد جيشهما الرئيس السوري على قلب دفة الحرب ضد خصومه. أعلنت الشرطة النرويجية مقتل 4 هم كل من كانوا على متن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت بشمال النرويج. وكانت الطائرة تابعة للمشاة البحرية الأمريكية تشارك في تدريب عسكري الحلف الشمالي الأطلسي عندما سقطت بمنطقة النائية. قبلها كان جهاز طوارئ نرويجيا أفاد بأن طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 من أفراد طاقمها فقدت في النرويج، ويحتمل أنها تحطمت أثناء مشاركتها في تدريبات لحلف الشمال الأطلسي. وقال البيان أن عناصر الإنقاذ رأوا أثناء بحثهم من الجو علامات على وجود الطائرة في المنطقة التي فقدت فيها، لكن الطقس كان سيئا للغاية ما حال دون تمكنهم من الهبوط. وأكد الجيش الأمريكي من جهته تعرض الطائرة التابعة لقوات المشاة البحرية لحادث أثناء تدريب في النرويج في إطار تمرين كولد ريسبونس 2022.
سجل بر الصين الرئيسي أول حالتي وفاة بكوفيد 19 منذ أكثر من عام، كلاهما في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في وقت تواجه البلاد أسوأ زيادة في الإصابات منذ بداية الجائحة. وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الهند، حيث من المتوقع أن يناقش التعاون الأمني والوضع في أوكرانيا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية أن كيشيدا يعد أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة للهند منذ أكثر من 4 أعوام، مشيرا إلى أنه يجتمع مع نظيره الهندي، حيث يعتزم التأكيد على أهمية أن يظل المجتمع الدولي متحدا في أزمة أوكرانيا. وأضاف التلفزيون أنه من المتوقع أيضا أن يؤكد الزعيمان على التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية. وتعد روسيا أكبر مصدر للأسلحة إلى الهند، التي تحتاج إلى دعم مجموعة كواد في مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. في الختام، لا يسعني إلا تذكير بأبرز العناوين. وزارة الزراعة تنفذ أعمالا جادة لمتابعة تأمين الغذاء. ورشة عمل لتأمين الكفاءة التعليمية في مديرية حكات. سيمينار الطلاب تسهيل مكافحة الجريمة وأضرار مواد التجميل. بشر الأسد في أول زيارة إلى بلد عربي منذ بداية النزاع في سوريا. مقتل 4 جنود أمريكيين في تحطم طائرة عسكرية بالنرويج. تسجيل أول حالتي وفاة كورونا في الصين منذ أكثر من عام. دمتم في أمان الله وحفظه.